قبل الفرح ب3 أيام قالت أنا مش عايزة أكمل معاه. ليه يا بنتي ومش ليه؟ قالت لهم عمره ما كان بيديني حاجة في وقتها، كان يسأل على تعبي بعد ما خف، كان يطمن عليا انت وصلتي ولا لسه، بعد ما خلاص اكون وصلت في البيت ونمت يقول لي انت وصلتي ولا لسه. هدية عيد ميلادي جابها لي بعد عيد ميلادي برضو ب3 أيام، حتى لما تعبت وكنت تعبانة في السرير بعد ما خفيت جاي يقول لي اخبارك ايه عاملة ايه. ما كانش بيديني حاجة في وقتها، كل حاجة جاية منه ملهاش طعم، كل حاجة منه باردة وفترة، فعشان كده ما كملتش معاه. دي بقى النقطة اللي بقولك فيها، المشاعر لما ما بتجيش في وقتها مش بنحتاج لها. حتى سيدنا محمد قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهو عرقان كده يعني